فذهب إليه الشيخ وأكرمه ذلك الرجل أيما إكرام. وبعد أن تغدوا واستراحوا انصرف الشيخ، فقامت زوجة ذلك الرجل صاحب البيت بتنظيف مائدة الطعام وتنظيم غرفة الاستقبال، فتذكرت أنها وضعت مبلغا معتبرا من المال على المائدة. تذكرت ذلك المبلغ، بحثت عنه فلم تجده. فلما رجع زوجها من المسجد أخبرته بذلك، فبحثوا في البيت وقلبوه رأسا على عقب فلم يجدوا ذلك المبلغ. فكروا: من دخل إلينا هذا اليوم؟ المتهم الوحيد، لم يجدوا متهما إلا متهما واحدا ألا وهو الشيخ. ما أحد دخل إليهم في هذا اليوم إلا الشيخ، حتى أنهم يعني ما عندهم أولاد وطفلتهم رضيعة في المهد. فقالا المتهم الوحيد هو الشيخ، هو الذي أخذ المال. فاشتد غضب ذلك الرجل وقال: والله لأفضحنه ولأفعلن به كذا وكذا. يتظاهر بأنه شيخ ويقدم إلينا ونكرمه ثم يسرقنا، والله لأفعل به كذا وكذا. فقالت له زوجته الصالحة: لا يا رجل، هون عليك، لعله أخذ المال مضطرا إليه، يعني محتاج وأخذ المال مضطرا إليه، اكتم عليه. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولوي ذلك المال صدق في سبيل الله. ففعل وأخذ بنصيحة زوجته وكتم الأمر، ولكن تغيرت معاملته مع الشيخ، فكان يتجنبه في المسجد وفي الطريق، ويظهر الغضب والعبوس على وجهه. مضت 6 أشهر على الحادثة. بعد 6 أشهر رجع دور الضيافة على ذلك الرجل، فرجع إلى بيته مغتما حزينا كئيبا. قال لزوجته: غدا دورنا في ضيافة الشيخ،